ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم قوي وضروري يكون عندنا وعي بيه علشان نقدر نحل مشاكلنا. والموضوع ده هو مشاكل الطفولة، مشاكل طفولتنا اللي بتأثر علينا لحد دلوقتي واحنا اصلا مش واخدين بالنا منها. وفي الغالب هتلاقوها بتظهر معاكم دلوقتي بس على شكل قلة ثقة في النفس، او تحسي ان في حاجة غلط، او في حاجة منعاكي تعملي الحاجات اللي نفسك فيها. تحسي كده انك متكتفة، او يمكن يكون عندك مشاكل في شغلك بسبب مشاكل الطفولة وانتي مش واخدة بالك، او يمكن مش قادرة تعملي علاقات صحية وناجحة. فكل المشاكل دي سببها فترة الطفولة او مرحلة الطفولة. فلو عايزة فعلا تحلي المشاكل دي علشان تعيشي حياة صحية وراحة نفسية بجد، كملي الفيديو ده للآخر. بس الأول جهزي قهوتك أو مشروبك المفضل، واقعدي في مكان هادي ومريح وتعالي نسمع سوا. خلينا في البداية كده نفهم يعني ايه مشاكل الطفولة وازاي بتأثر علينا لحد دلوقتي. الموضوع بكل بساطة إننا لما كنا صغيرين ما كانش عندنا وعي كافي بنفسنا، فكنا بنشوف نفسنا عن طريق عيون الناس أو عن طريق كلام الناس. الصورة الذهنية بتاعتنا بتترسم في خيالنا عن طريق الناس اللي حوالينا. ده غير بقى إن عقلنا في الفترة دي بيكون عامل كده زي الأسفنجة، فبيمتص كل حاجة حواليه، سواء بقى من كلام أهلنا أو تصرفاتهم وردود أفعالهم، أو المواقف اللي كانت بتحصل معانا واحنا صغيرين. زي مثلا لو كنا بنسمع كلام سلبي من أهلنا لما نيجي نعمل موقف معين أو نجرب حاجة جديدة، فيقولولنا لأ مش هتقدروا تعملوها أو انتوا لسه صغيرين. أو مثلا لو اتعرضتي لموقف فيه إهمال أو نقد أو تقليل من الذات، كل الكلام ده بيترسخ عندنا في عقلنا. فهتلاقي نفسك لما تكبري تلقائيا بتجلدي في ذاتك، بتقللي من نفسك، ومش واثقة من نفسك ولا من قدراتك. ولو بقى اتحرمتي من الحب والاحتواء والحنان وانتي صغيرة، هتكبري بتدوري عليه في أي حد يقابلك في حياتك. وده بيحصل بشكل تلقائي أو غير واعي مننا ومن غير ما نحس. وعمر ما في حد في الحياة هيقدر إن هو يكفي احتياجاتك النفسية دي مهما حاول، أو انتي مهما حاولتي إن تخلي حد يكفيلك احتياجاتك، عمرك ما هتقدري. لأن بمجرد الشخص اللي قدامك ما يبطل يديكي حب واهتمام وحنان، ترجعي تاني لنقطة الصفر من أول وجديد. طيب ازاي نقدر نعالج المشاكل دي للأبد؟ علشان نقدر نتخلص فعلا من المشكلة دي، احنا محتاجين ان احنا نرجع للجذور، نرجع لأصل المشكلة ونفهم ايه اللي حصل وخلى الإحساس ده موجود. وبالمناسبة، انت مش محتاجة دكتور نفسي علشان تحلي مشاكلك، إلا إذا كنت بقى في مرحلة الطفولة مريتي بمشاكل كبيرة جدا أو بمواقف صعبة جدا، صعب إن انت تحليها لوحدك. لكن لو المشاكل العادية زي قلة الاهتمام أو الاحتواء أو الكلام ده كله، دي حاجات سهل إن احنا نحلها. احنا محتاجين بس إن احنا نكون صادقين مع نفسنا، ويكون عندنا وعي إن رحلة التعافي مش سهلة ولا هتخلص في يوم وليلة. لأ، ده ممكن تاخد منك أيام وأسابيع وشهور، وانتي بتدوري جوه نفسك علشان تقدري توصلي للموقف أو للذكرى السلبية اللي مأثرة فيكي لحد النهاردة. وفي الغالب هتفتكريها، لأنك معنى إنك لسه فاكرة الإحساس ده لحد النهاردة أو لسه مأثر عليكي لحد النهاردة، فده معناه إن في حاجة أو في موقف كبير معلم أوي في ذاكرتك. وممكن كمان احتمال تلاقي نفسك مش قادرة تفتكري الموقف بذات نفسه أو مش قادرة تفتكري موقف معين، بس فاكرة شكل الطفولة بتاعتك عموما كانت عاملة ازاي. المهم أيا كان اللي انتي فاكراه، عايزاكي تقعدي مع نفسك كده في مكان هادي وتجيبي ورقة وقلم، وتفتكري كل المواقف اللي علقت معاكي في ذاكرتك من طفولتك. زي مثلا كنتي بتحسي انك مش مهمة علشان اهلك كانوا على طول مشغولين عنك، او بتحسي انك وحيدة علشان محدش بيلعب معاكي او بيكلمك او محدش فاهمك. عايزاكي بقى تكتبي كل المواقف والذكريات دي قدامك علشان تكون باينة بصورة واضحة. ومش علشان كده بس، لأ، ده علشان الكتابة بتساعد في تفريغ الطاقة، وهي دي أول خطوة من خطوات العلاج. لما بنكتب مشاعرنا والحاجات اللي حسناها في المواقف الصعبة دي، بنسمح للمشاعر اللي جوانا إنها تتحرر. لأنك لو مسمحتيش للمشاعر دي إن هي تطلع من جواكي، هتفضل مكتومة. ويمكن يكون الموقف أصلا اتنسى وعدى عليه سنين، بس عمر الشعور ده ما هيعدي وعمره ما هيتنسى، لأن لازم يكون في وسيلة لتفريغ المشاعر. وعن نفسي وعن تجربة، أحسن طريقة لتفريغ المشاعر هي الكتابة. حتى لو كانت متعبة شوية أو هتحسي إنك مش قادرة تكتبي كل حاجة، معلش تعالي على نفسك واكتبي. هتقوليلي مش عايزة أكتب، ممكن أحكي لحد. هقولك إن تأثير الكتابة برضو أحسن من إنك تتكلمي مع حد، لأنك وانتي بتكتبي بتاخدي وقت، وسرعة الكتابة عمرها ما هتكون زي سرعة الكلام. فالوقت اللي انتي هتاخديه في الكتابة ده هو ده السر، وهو ده فعلا اللي بيفرغ المشاعر. فادي لنفسك شوية وقت واسمحي لنفسك ان هي تطلع المشاعر والافكار والمواقف. حتى لو تعبتي من الكتابة كملي، ما توقفيش غير لما تحسي انه خلاص ما عادش في حاجة تتقال. وقتها خدي استراحة وتعالي نروح لتاني خطوة.
في الغالب بعد الكتابة هتحسي براحة، ويمكن تحسي ان المشكلة خلاص اتحلت بمجرد انك قلتي كل اللي حاساه وحكيتي كل حاجة. لكن لو لسه انتي حاسة انه لأ مش ده الحل وانا لسه مش كويسة، يبقى كملي معايا للخطوة التانية. الخطوة التانية بقى هي انك تقرأي اللي كتبتيه، او تمسكي كل موقف صعب عدى عليكي ووجعك وانتي صغيرة وتستنتجي منه الاحساس اللي موجود دلوقتي. يعني مثلا لو انتي صغيرة كنتي زعلانة مثلا وكنتي بتعيطي وكان نفسك حد يحضنك او محتاجة حضن من مامتك وما لقيتيش الحضن ده، في الغالب انتي لحد النهاردة لسه عندك احتياج ان حد يحضنك، او لسه محتاجة حد يحضنك وبتدوري ان حد يحتويكي. وهنا احنا فهمنا ليه الاحتياج ده موجود دلوقتي، والحل انك ترجعي لنفس الموقف بتاع الطفولة ده وتبدأي تحتوي نفسك. بمعنى أصح تقدمي لنفسك الإحساس اللي انتي كنت محتاجاه، تحبي نفسك، تحتوي نفسك، تدعمي نفسك. ما تستنيش ان حد يجي يقدملك الحب أو الاحتواء، لأن محدش هيكون فاهم احتياجك ده سببه ايه، بس انتي الوحيدة اللي عارفة، وانتي اللي فاهمة ان ده بسبب الموقف اللي حصل زمان اللي كنتي محتاجة تتحضني فيه. فعوضي نفسك بنفسك وما تستنيش حب من حد. وتالت خطوة في التعافي بقى هو إنك تسامحي أهلك. كل المواقف اللي حصلت معانا زمان أو الكلام اللي أهلنا قالوه وإحنا صغيرين في الغالب هما ما كانش قصدهم، أو ما كانش عندهم الوعي الكافي اللي يخليهم يستوعبوا تأثير كلامهم علينا، أو حتى تأثير الضرب أو تأثير أي حاجة هما عملوها معانا. هما كانوا فاهمين وقتها إن هي دي التربية، وأهلهم كمان ربوهم بنفس الطريقة وعملوا عندهم مشاكل نفسية، وهم بشكل غير واعي نقلوا لنا المشاكل النفسية دي عندنا. فاحنا دورنا هنا ومسؤوليتنا إن احنا نقف بقى مع نفسنا ونبدأ نحل المشكلة دي وما ننقلهاش معانا وما نكملهاش معانا لعيالنا، وعلشان نفسنا كمان في الأول قبل عيالنا. وخلي بالك طول ما انتي محلتيش مشاكل الطفولة بنسبة 90% مش هيكون عندك سلام نفسي أو راحة داخلية. هتحسي كده انك مش مرتاحة على طول وحزينة من غير سبب، لان مشاعر الطفولة لسه موجودة جواكي مطلعتش. فطلعيها واسمحيلها ان هي تمر وتعدي بسلام علشان تكوني سعيدة في حياتك. وابدأي بقى اعملي مشاعر تانية حلوة وذكريات تانية حلوة واملي خزان السعادة جواكي. فرحي نفسك بنفسك، ما تستنيش الحياة تحصل فيها حاجة تفرحك، لا، السعادة قرار. قرري انك تكوني مبسوطة واعملي الحاجات اللي تفرحك. زي مثلا لو بتحبي البحر او بترتاحي وبتكوني سعيدة لما تروحي عند البحر، خلاص روحي. لو بتحبي الملاهي خدي صحابك او عيالك او حد من اهلك، او حتى روحي لوحدك وغيري جو وابسطي نفسك، او حتى بأقل الامكانيات زي انك مثلا تتفرجي على فيلم كوميدي، تشربي حاجة بتحبيها، تشتري حاجة بتفرحك. كل دي حاجات بتملى عندك خزان السعادة وتخليكي فرفوشة وروحك حلوة. بس ده مش هيحصل غير لما تفضي خزان الأحزان الأول، لأن خزان الأحزان ده دلوقتي مليان على آخره ومالي بقية الخزانات كمان معاه. ففضي الأول الأحزان والمشاعر السلبية اللي جواكي وخدي وقتك وانتي بتفضيها، ما تستعجليش. انتي النهاردة لو كنتي مسافرة ونسيتي حنفية المية مفتوحة في البيت وفضلت سنين مسافرة والحنفية دي فضلت سنين مفتوحة في البيت، ولما رجعتي لقيت ان البيت مليان مية وكل حاجة غرقانة مية وعايمة في المية، هل هتقدري تقفلي الحنفية اللي مفتوحة في البيت دي؟ أكيد تقدري تقفليها. طيب هل هتقدري تنضفي البيت وتنشفي كل حاجة موجودة فيه؟ أكيد كمان تقدري تعملي ده، بس هتاخدي وقت على ما كل حاجة تنشف وعلى ما كل حاجة ترجع تاني لطبيعتها. طيب هل هتقدري تعيشي في البيت ده تاني، ولا خلاص كده البيت اتملى مية والحاجة كلها باظت ومعادش هينفع؟ لا، هنقدر نعيش في البيت ده تاني وهنجيب فيه حاجات جديدة تاني وهنعمل فيه ذكريات حلوة وهنكون مبسوطين فيه تاني. فزي ما هنقدر نرتب البيت اللي احنا عايشين فيه ده من بره وندخل فيه الشمس مرة تانية، هنقدر كمان ننظف البيت الداخلي بتاعنا ده ونسمح للمشاعر السلبية ان هي تطلع، ونفضي المية او الاحزان اللي موجودة جوانا ونرتب الفوضى ونستمتع فيه من اول وجديد. وبس كده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.